النهارده هقول لك ليه انا مختلف مع الناس اللي بتشجعك انك تقرا وتخلص كتب كتير، وهنحاول نستعرض سلبيات القراءة ونشوف ازاي ممكن نصلحها او على الاقل نحاول. السلام عليكم، انا مصطفى وائل، وبما انك بتشوف الفيديو ده دلوقتي فانت اكيد شفت على الاقل فيديوهين او 3 بيتكلموا عن فوائد القراءه. بينصحوك بشده انك تقرا كتير وتقرا بانتظام وتقرا كل يوم ساعه او نص ساعه، وسواء انت فعلا خدت بالنصيحه دي وبتقرا بانتظام او ناوي تاخد بيها قريب، ففي كام نقطه سلبيه في القراءه لازم نتكلم عنها. الاخطاء الشائعه دي لازم تبقى عارفها عشان تقدر تتجنبها في رحلتك مع الكتب. انا مش قارئ محترف ولا بخلص 3 كتب في الاسبوع، بس بقرا بشكل معقول، ووقعت في كل الاخطاء اللي اقولها في فيديو النهارده. رقم 1، وده اكتر خطأ بشوفه على السوشيال ميديا بالذات، وهو انك تقرا كتب كتير. جروبات القراءه المشهوره زي نادي الكتاب، عصير الكتب، والجروبات دي بيبقى فيها تحديات مين هيقدر يخلص اكبر عدد ممكن من الكتب في اسبوع، شهر، سنه. ولما بشوف المشتركين في التحديات بلاقي ناس منزله مثلا حصيله قراءات 2021 100 كتاب، 200 كتاب، 300 كتاب. انت متخيل؟ والمشكله انهم مش كدابين. انا اعرف ناس بتقرا فعلا بالمعدل ده، بس المشكله هنا ان 300 كتاب في السنه يعني بتقرا الكتاب الواحد في يوم وربع. يعني لو انت فاضي قوي وبتحب القرايه قوي ممكن تقرا الكتاب في 8 ساعات بس. فما تقنعنيش انك استفدت من ال 300 كتاب ولا نصهم ولا حتى ربعهم. انا ممكن اتقبل الارقام دي لو كانت قراءاتك اغلبها قصص وروايات، لكن ما تبقاش بتقرا كتب عن الفلسفه والتاريخ والاقتصاد والبيزنس وتقنعني انك بتستفيد منها بالمعدل ده. ما تحطش عدد الكتب تارجت ليك، ما تحاولش تزود عدد قراءاتك على جود ريدز، لان ده مش الهدف. انت ممكن تقرا كل المراجع في الماده، بس لو ما استوعبتش المعلومات وعرفت تحل في الامتحان يبقى ملهاش لازمه. خد وقتك مع الكتاب وافهمه واكتب ملاحظات وطبق على ارض الواقع قبل ما تقرا كتاب تاني. انا اظن اني قريت في حياتي كلها اقل من 30 كتاب مثلا، كتب مش روايات، لكن منهم كتب قريتها 4 أو 5 مرات لانها كتب مفيده فعلا وفرقت معايا في حياتي، او كانت لايف تشينجينج بالنسبه لي. وانا شايف ان انا وانت هنستفيد اكتر بكتير من القرايه لو بصينا لها بالطريقه دي. رقم 2، انك تقرا في مواضيع ملهاش اي علاقه بيك من قريب او من بعيد. علم لا ينفع وجهل لا يضر. معرفه مش هتفيدك بحاجه، وممكن انت اصلا ما تكونش شغوف بيها، بس اهو عشان يبقى اسمك بتقرا. مجالات المعرفه كتير والكتب اكتر، ما ينفعش تقرا اي حاجه تيجي قدامك وتقول ان المعرفه مش هتضرك. وقتك بفلوس، لو ضيعته في حاجه انت مش مستفيد منها ولا مستمتع بيها تبقى راجل مضحك. لو انت مش مهتم بتاريخ الجيوش النظامية في الصين القديمة ما تقراش كتاب 500 صفحة عنها. في رأيي الشخصي انت محتاج تقرا نوعين بس من الكتب. الكتب اللي ليها تأثير مباشر على حياتك او متعلقة بمجالك، يعني لو دكتور كتب طبية، لو رجل اعمال كتب في البيزنس، كتب عن تنظيم الوقت وإدارة المال عموما هتساعدك في حياتك العملية. والكتب اللي بتبقى مبسوط ومستمتع قوي وانت بتقراها، يعني لو شغوف بتاريخ الجيوش النظامية اقرا فيه عادي، ما عنديش مشكلة، بس تبقى بتقرا هنا بهدف المتعة مش الاستفادة. رقم 3، ان القرايه بالنسبه لناس كتير حاجه نظري مش عملي. مرجع الفسيولوجي ال1000 صفحه ده ملوش اي لازمه لو مش هتستفيد منه عشان تفهم المرض في البطنه. اطلس التشريح العملاق فايدته الاساسيه انه يساعدك في الجراحه. العلم الجامد النظري فايدته قليله او معدومه، فلو اكتفيت بانك تقرا الكتاب بس يبقى انت ما استفدتش منه حاجه. لازم تعيش الكتاب، تشوف ايه دور الكتاب ده في حياتك. حتى لو كتاب نظري بحت، كتاب عن الفلسفه مثلا، شغل مخك وانت بتقرا، فكر في القضايا اللي الكتاب بيناقشها، وضح رايك فيها، شوف تأثيرها على أفعالك وحياتك. لو كتاب زي اتوميك هابتس مثلا قريته 20 مرة وحفظت العادات بتتكون ازاي، وحفظت الإشارة والاستجابة والمكافأة وكل الكلام الجميل ده، بس ما استخدمتوش بشكل عملي، ما طبقتوش على أفعالك، ما غيرتش أي حاجة في يومك وحياتك، يبقى أنت استفدت إيه من القراية؟ عشان كده أنا دايما بقول إن الكتاب الكويس لازم يبقى جزء من حياتك. في كتاب مشهور قوي أنا بجيب سيرته كتير اسمه كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. الكتاب ده 200 وحاجة صفحة بس، ومع ذلك أنا قريته أكتر من 5 مرات، وقعدت فترة معتبرة من حياتي حاطط ان انا اطبق الكتاب ده هدف من اهداف يومي. يعني شهر يناير هركز على تطبيق نصائح الفصل الاول، شهر فبراير هركز على نصائح الفصل الثاني، لحد ما الحاجات دي تتحفر في شخصيتي وتبقى جزء مني، مش مجرد كلام جامد على ورق. وده بالمناسبه برضو اللي بطلبه منك وانت بتتفرج على اي فيديو على قناه راجل مش مان. انا مش عايزك تشوف الفيديو وتعمل لايك وتقفل، انا عايزك تفتح نوت وتكتب ورايا، تاخد ملاحظات، تكتب ايه اللي استفدته وازاي تقدر تطبقه في حياتك. كده انت تبقى فعلا استفدت بالفيديو، مش ضيعت 5 أو 6 دقائق من حياتك وخلاص. رقم 4، انك تاخد هوية وشخصية ولايف ستايل القراءة. في رأيي الشخصي حاجة وحشة جدا، ما بنصحش اي حد انه يعملها. يعني الراجل اللي الناس بتتكلم عنه انه قرا في حياته 15 مكتبة وكان بيقرا كل يوم 10 ساعات، ومخه بقى متروس بكل تاريخ الحضارات والعلوم الفيزيائية والكيميائية، ممكن يكون راجل جميل انك تشير بوست عنه، تحترم ارادته وحبه للكتب، لكن انك تبقى عايز تكون الشخص ده. هل انت عايز تلغي حياتك العملية او الاجتماعية عشان تفني حياتك في قراية الكتب، تفني ايام
ايامك لاجل القراءه والمعرفه؟ انا عن نفسي مش عايز ابقى كده، بس انت ممكن تختار لنفسك. رقم 5، ان القراءه بالنسبه لناس كتير ممكن تكون او ما تكونش منهم، بتلغي شخصيتك. النهارده قريت كتاب راس المال، خلاص انت بقيت شيوعي اشتراكي ومش بعيد تغير صوره بروفايلك وتحط كارل ماركس. كمان اسبوع قريت كتاب راسمالي، ثروه الامم مثلا، ويلث اوف نيشنز، خلاص كده انت بقيت راسمالي اقطاعي وبتخش في الجروبات تتناقش وتحط افكار مش بتاعتك، افكار انت ما عالجتهاش في مخك لمده دقيقه، زي ما قريتها في الكتاب، زي ما كتبتها في الكومنت، زي ما قلتها في النقاش. الكتب دورها انها تساهم في تكوين شخصيتك، مش تبقى هي شخصيتك. فكر يا صاحبي في الكلام اللي بتقراه وعديه على مخك، وانتقد وشكك في الكلام، ما تاخدش اي حاجه قريتها على انها حقيقه. اقرا الراي والراي الاخر، وفكر في ده وفكر في ده، وحكم عقلك. وحتى لو كنت متفق مع وجهه نظر الكاتب، مش لازم تبقى موافقه في كل كلمه، انت بتاخد اللي مقتنع بيه وهينفعك وماشي مع حياتك وبس. هقول لك بقى على كام قاعده لسه مألفهم دلوقتي هيساعدوك تستفيد من القرايه اكبر استفاده. رقم 1، لو قريت ربع الكتاب ومش حاسس انك مستفيد منه اي حاجه ومش متوقع له انه يتحسن، ما تكملوش، مش لازم تكمل اي كتاب تبداه. رقم 2، لو ما كتبتش على الاقل 5 صفحات ملاحظات وانت بتقرا الكتاب، يبقى انت ما استفدتش منه كفايه. رقم 3، لو لقيت كتاب حلو وحاسس انه مفيد ليك، اقراه على الاقل مرتين، وفي تاني مره تقرا كل فصل لوحده وتحط خطه لتطبيقه اسبوع على الاقل قبل ما تقرا الفصل اللي بعده. رقم 4، ما تقراش ابدا اكتر من كتاب واحد في الاسبوع. رقم 5، ما تعملش القرايه على انها عاده سحريه هتغير حياتك وتخليك انسان تاني بغض النظر عن المحتوى اللي بتقراه. لو قعدت كل يوم 5 ساعات تقرا كتب ملهاش لازمه، او تقرا كتب ليها لازمه وتنساها، او تقرا كتب ليها لازمه وما تطبقهاش، فانت ما استفدتش اي حاجه. رقم 6، لو انت بتقرا اقل من ساعه في الاسبوع، يبقى كل الكلام اللي في فيديو النهارده مش ليك. الفيديو ده للناس اللي بالفعل بتقرا كتير، مش اللي ما بتقراش. حاول تتعود على القرايه الاول وتخلي الموضوع عاده يوميه او شبه يوميه، وبعد ما تعمل ده حاول تطبق النصايح اللي فاتت. رقم 7، لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وتكتب لي في الكومنتات ايه احسن كتاب قريته في حياتك. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.